دوليه 114 مباراه دوليه. يقول لك 6 مباريات فقط لعبناها في العراق، واظن 3 منها امام منتخب سوريا. اوه هنا 114 مباراه وديه. معقوله؟ هنا 114 مباراه، عندي بس 6 داخل العراق. قصي كم مباراه دوليه لعبت في حياتك؟ 90 دوليه ولا مباراه؟ لا، كم مباراه دوليه لعبت؟ 90 مباراه. كم مباراه في العراق؟ ولا مباراه. فاليوم اللاعب العراقي شيء غريب. ابو جاسم، يعني يا ريت احنا عندنا هذه كاميرا موجوده، بس يا ريت لو اكو كاميرا تكون موجوده من جهه الجمهور، لانه هسه اجتني رساله، الجمهور اللي موجود برا الملعب بقد اللي موجود داخل الملعب. شفتهم امس ما يدخلون يدرون ايش قال؟ هسه جتني امس ما يتقال 65,000 في الملعب داخل و65 برا الملعب. لا وخالد ونشأت يعني زحمه وتحسهم مستانسين، مو متنرفزين من الزحمه، مو متضايقين، اغاني وشيلات. انت ما شفت عندنا هنا في كورنيش شط العرب، تدري ان احنا راقدين على صوتهم وهازيجهم مسيراتهم الصبح. انا مصور موثق وقمت على صوتهم. لا يعني قاعد اقول لك حتى ما كانوا متنرفزين، يعني ما تشوف احد متضايق من الزحمه ولا مو عاجبه ولا لا مستانسين ويضحكون ويصورون. يقول لك نشأة أكرم مسكين، يقول طول عمري يقول خاطري اني العب مباراه دوليه، فما لعب، لكن اليوم قدرنا نجيب لنا تذكره معاه. عند نشأة أكرم سلكت النظر انا منه. وزع تذاكر جالس في السياره. والله لا وزع تذاكر في السياره كان ولا قال تريد تذكره ولا يبيع ما يوزع. لا كان يبيع. شيك. لا ابو جاسم، يعني صراحه شوف، بطوله الخليج يا اخي بالشرط. فيها فد شيء غريب، يعني شيء غريب عجيب بها، فد احساس او مشاعر او تحضير نفسي ذهني مختلف عن كل البطولات. لعبت تصفيات كاس عالم، كاس اسيا، كثير مباريات لعبت، لكنه كاس الخليج مختلفه. والتحضير لكاس الخليج لازم يكون على اعلى مستوى، يعني تدخل باجواء كاس الخليج. والتحضير الذهني مهم بالضبط، يعني خصوصا انه انت يعني تخيل 114 مباراه وملعب بحجم جذع النخله و165,000، والملعب الارضيه جميله. وتخيل يعني لو كنا موجودين، هذا الحلم بالنسبه لك كان، لكن الحمد لله انك انت تشوف اليوم. لا طبعا ابناء الوطن هم يلعبون اليوم موجود بلدي، و هذا الحضور الجماهيري الكبير في التفاته جدا جميله للموجودين، الاخوان المسؤولين في العراق، اذا كانوا محافظه، وزاره الشباب، او اتحاد كره قدم، في التفاته مميزه. هواي سووا اشياء، فان زون، شاشات كبيره، التجربه اللي كانت موجوده في قطر انتقلت او استفادوا من عندها، في فان زون كبيره مثل ما ذكر الوزير يوم امس في ملعب كربلاء، ملعب النجف راح ينقل المباريات، في حتى في البصره كذا فان زون برعايه المحافظه والوزاره وحتى اتحاد كره قدم. هنا على الكورنيش كذلك راح تكون اكو في شاشات، فالكل راح يستمتع في هذا الكرنفال. اليوم في حضور لشخصيات على فكره كبيره في استاد جذع النخله في الافتتاح. اليوم راح يكون من ضمن الحضور في الافتتاح جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اللي وصل اليوم الظهر لحضور حفل الافتتاح. وهذا يعني الحضور انا اعتبره مؤشر قوي ان اذا كان هناك في حظر، اذا كان هناك في اي شيء على العراق، هو بنفسه يشوف الشغف. ترى دائما الاتحاد الدولي يقول لك انا يهمني الجمهور، هي الركن الاساسي لاي لعبه. فاليوم في مسج حلو من الجمهور العراقي لرئيس الفيفا نفسه. ابو جاسم، الحضور الجماهيري اللي كان في بطوله العرب، احنا كنا موجودين في المجلس وكنا نحللها، اشياء كثيره اندمجت في قائمه او لائحه الاتحاد الدولي من خلال الجمهور. صح. تغيرت حتى نظرته للجمهور العربي، الاتحاد الدولي ادرج اللغه العربيه واشياء كثيره، بفضل لقطر واستضافه قطر لكاس العالم. الانطباع الجيد اللي صار في بطوله العرب حفز الاتحاد الدولي انه ليش ما انه تكون البطولات الكبيره موجوده في الدول العربيه. طبعا اليوم كان في مقدمه المستقبلين سعاده وزير الشباب